يا ترى مين الفنان المصري اللي الملك فاروق بنفسه بعت عربية ملكية مخصوص عشان خاطر تنقل الجثمان بتاعه؟ مش بس كده، كمان بعت مندوب رسمي كنوع من انواع التكريم ليه. تعالى اقول لكم هو مين. يوم 9 يونيو سنة 1949 خرجت مصر كلها عشان خاطر تودع واحد من اعظم الفنانين بتوعها. هو مين؟ هو الفنان الكبير نجيب الريحاني، اللي اتعملت صلاته على جثمانه بكنيسة السريان الكاثوليك بالظاهر. وبعديها على طول اتحولت شوارع القاهرة كلها لوفود من الناس، كانت فعلا ناس بالآلاف وبالملايين مشي وراه بالملايين. والجنازة كانت من العباسية لغاية ميدان الأوبرا، وبيقولوا إن دي كانت تاني أضخم جنازة في تاريخ مصر كلها بعد جنازة سعد زغلول، لدرجة إن الملك فاروق بنفسه أرسل عربية ملكية لنقل الجثمان، وكمان بعت مندوب رسمي كنوع من أنواع التكريم ليه. ومش بس كده، حضر الجنازة فنانين وسياسيين ووزراء وطلبة جامعة، وكمان الملك فاروق كتب نعي فيه. لو عايزين تعرفوا كتب ايه اكتبوا تم.